المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وياما في السجن مظاليم، وياما حكايات حقيقية خلدها التاريخ واستحالة ننساها، وياما أبرياء اتظلموا محدش سمعهم. والنهاردة هحكيلكم أكتر حكم إعدام مش عادي، إعدام أصغر طفل في التاريخ. صلى على النبي ومتنساش الاشتراك في القناة ولايك وشير، ويلا بينا. Goodness sake, oh Lord. جورج سيتني جونيور أصغر شخص اتحكم عليه بالإعدام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في قرية صغيرة في ولاية كارولاينا الجنوبية. جورج سيتني حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل عمدا، ونفذوا فيه الحكم وهو صاحب 14 سنة و6 شهور و5 أيام. هنستغرب ازاي يعدموا طفل صغير 14 سنة؟ وقتها في الأربعينات كان هو ده العمر القانوني للمسؤولية الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية. جورج كان عايش مع عيلته في منزل متواضع في قرية صغيرة، وكان أفريقي أسود، وكانوا بيفصلوا بين البيض والسمر بخطوط السكك الحديدية. ومن شدة العنصرية كانوا بيفصلوا بين البيض والسمر في كل حاجة، حتى المدارس والكنائس. كانوا عاملين للسمر كنيسة سودة وللبيض كنيسة بيضة، والعلاقات بينهم كانت محدودة جدا. بدأت القصة يوم 24 مارس 1944 لما خرجوا بنتين، بنت اسمها بيتي بينيكر 11 سنة ومعاها ميري تايمز 7 سنين، وكانوا من نفس القرية لكن من البيض. وركبوا العجل بتاعهم وخرجوا من القرية بحثا عن الزهور. وكان وقتها الجو جميل والطقس معتدل، واليوم ده ما كانش عادي في حياة البنتين ولا جورج. كان وقتها جورج بيرعى البقرة قدام البيت مع أخته، ومر عليهم البنتين ووقفوا وسألوهم عن مكان لقطف الزهور، ودلهم جورج على المكان وفضل واقف قدام البيت مع أخته. ومشيوا البنتين، ولكن الوقت اتأخر وما رجعوش بيتهم. وبدأ أهالي البنات يدوروا عليهم في كل مكان، واجتمع السكان ومنهم والد جورج بحثا عن البنات. ولما فقدوا الأمل بلغوا الشرطة. وتاني يوم الساعة 7 صباحا الشرطة عثرت على الدراجات ملقاة على الأرض قريبا من منزل جورج، ومقص ملطخ بالدماء. وتتبعوا آثار الدماء إلى أن وجدوا بيتي بينيكر وميري تايمز مقتولين، والجثث ملقاة في حفرة. والشرطة حققت في الجريمة ولقوا إن أقرب بيت لمسرح الجريمة هو منزل جورج ستيني. وسألوا أسرة جورج عما إذا كان حد شاف البنتين قبل الحادث، وجاوب جورج بكل براءة إنه فعلا شافهم، وسألوه عن مكان لقطف الزهور وهو دلهم. ولكن ده كان دليل الشرطة على إن جورج هو من قتل البنتين. وعلشان جورج من عيلة فقيرة، أول لما وصلت الشرطة للمنزل هجموا على الولد وأخدوه، وأخته استخبت من كتر الرعب جوه البيت، وباباه ومامته ما كانوش موجودين. وكانت الشرطة كلهم من البيض، ودي قمة العنصرية. وعاملوا جورج بطريقة الخدم، واستجوبوه 10 دقايق بس كانت كافية لإدانته بجريمة قتل هو بريء منها. وهو قال بكل براءة إنه شافهم مارين من قدام البيت وسألوا عن مكان للزهور، وما كانش يعرف إن الشهادة دي هتكون سبب إدانته. وحبسوا جورج من غير ما يشوف حد من عيلته، ولا عطوا فرصة لحد يقوم له محامي.
وكان الحبس يبعد عن منزله بحوالي 80 كيلو متر. وأول لما والده ووالدته عرفوا إنه اتحبس راحوا جري علشان يشوفوه رغم حالتهم وظروفهم المادية الصعبة. لكن المحكمة لم توافق على رؤية جورج وما قدروش يقوموا محامي، وفضل محبوس حوالي 3 شهور. وكان بيتعرض لأبشع أنواع التعذيب من ضرب وإهانات وضغط نفسي وجوع، حتى الإجبار على الاعتراف بجريمة قتل لم يرتكبها. والطفل الصغير ما قدرش يستحمل العذاب والضرب والجوع وما صدقوا لقوا كبش فدا. واتعينت جلسة خاصة لمحاكمة جورج كلهم من المحلفين البيض. وادعت المحكمة أن جورج اعترف بقتل الفتاتين، ولكنه اعتراف غير مكتوب. وقد اعترف أحد الضباط في بيان مكتوب بخط اليد، قال فيه: اعتقلت صبيا اسمه جورج ستيني، وقد اعترف وأخبرني أين وضع قطعة الحديد وأنه وضعها على بعد 6 أقدام من الدراجة. والمحكمة وقتها عينت محامي لجورج، كرم أخلاق منكم والله. ولم ينطق المحامي بكلمة واحدة، ولا طلب حتى استئناف، ولا قدم دليل على براءته، ولا طلب حتى شهود. وعندما وصل جورج للمحكمة كان محاطا بأشخاص كثيرة من الغرباء، كان عددهم 1500 شخص حتى لا يراه أهله. وبعد مداولات استمرت 10 دقائق وجدت هيئة المحلفين من البشرة البيضاء أن جورج مذنب دون توصية بالرحمة. وحكم على الطفل بالإعدام صعقا بالكهرباء على كرسي كهربائي بتيار كهربي قوته 2400 فولت. وبعد 70 عاما تم إعادة النظر في القضية مرة أخرى لما قدمت أخت جورج طلب لإعادة النظر في القضية. بعد مرات كثيرة فشلت، ولكن تم إعادة النظر واستشهد بأخته وزميل جورج في الزنزانة سابقا. قال أن الصبي نفى التهم الموجهة إليه ولم يفعل ذلك، وأجبر على الاعتراف. واستند القاضي إلى شهادة أخته وإلى شهادة زميله في الزنزانة سابقا، وإلى أن المطرقة التي استعملت في قتل الفتاتين كانت ثقيلة جدا بالنسبة لطفل لم يستطع حملها. وقررت المحكمة براءة جورج ستيني بعد 70 عاما، وظلم جورج بسبب التفرقة العنصرية في ذلك الوقت.